مفيش حاجه اوريجينال، افلام قديمه، افلام جديده، موسيقى، كتب، صور، قصائد، لوحات، حتى الاحلام بتاعتك مش اوريجينال، كلها بتكون سرقه. بس هي مش سرقه صرف، انت بتاخد الحاجه وبتعملها بطريقتك. زي مثلا الفيديو ده، مش كل حاجه انا بقولها جايبها من دماغي، انا سرشت عشان اعرف اعمل سكريبت عشان اعرف اعمل الفيديو ده. حتى لو حاجه انا جبتها من دماغي ممكن تكون حاجه انا سمعتها قبل كده. فهمت الفكره ماشيه ازاي؟ ومش مهم انت خدت الحاجه دي من مين، المهم انت خدت الحاجه دي هتوديها لفين وهتعمل بيها ايه. والمقوله دي مش بتاعتي، دي بتاعت كاتب اسمه جان لوك جوردن، بس انا قلتها بطريقتي. فانا كده سرقت المقوله بتاعته؟ ايوه سرقت، مع ان انا قلتها بطريقتي بس انت حاسس ان هي مش بتاعتي برضه، لان مرسخ في دماغنا ان السرقه دي حاجه غلط ودايما بنحاول نتجنبها. بس في الحاله دي بتكون اسمها اقتباس، لاني بحاول اوضح بيها فكره معينه، لان كل حاجه بتتكون من حاجه تانية وبتتاثر بحاجه تانية، مفيش حاجه مكونه من العدم. كل حاجه بنفتكرها متاثره بالحاجات اللي بنشوفها، الحاجات اللي بنسمعها، المواقف اللي مرينا بيها، حتى الافكار اللي بتحسها ان هي اوريجينال جدا بتكون مبنيه على حاجات تانية او من منظور تاني هي تغذيه بصريه. فكرة ان انت لما دماغك بتكون واقفه ومش عارف تفكر ومفيش افكار جايه خالص في دماغك، بينصح ان انت تعمل حاجه اسمها تغذيه بصريه، اللي هي انت بتتفرج على محتوى شبهك كيوتيوبر مثلا او فوتوغرافر او ديزاينر او خصوصا رسام، لان انت كرسام بتعطل كتير جدا في النص، او بتحس ان انت محتاج تقتنع 100% ان الرسمه دي اللي انت هتعملها، لان بتحس ان انت دايما مش مقتنع بيها، وبتيجي حتى وانت بترسمها في النص بتعطل وبتفقد الشغف وتقعد بالشهور راكن الرسمه دي. اظن الرسامين فاهمين انا بقول ايه كويس. فالمهم انت لما بتعمل تغذيه بصريه بتبدا تكون تركيبه من الافكار في دماغك وبتبدا تطرحها بس بطريقتك انت، وهكذا وهكذا وهكذا. ومفهوم الاصاله او ان الحاجه دي اصليه او اوريجينال بيختلف من شخص لشخص، وبيرجع طبعا لحته ان هم معرفتهم ازاي واختبروا ايه وشافوا ايه وما شافوش ايه. عشان كده في ناس بتقولك ان الطفل كل حاجه بالنسبه له اصليه واوريجينال لان هو ما شافش حاجه قبل كده، ونظرا لان تاريخ البشريه بيرجع لمئات السنين، فاحتمال كبير جدا يكون شخص ما في وقت ما في مكان ما عمل نفس الحاجه اللي انت فاكرها اوريجينال دي قبل كده، طبعا باستثناء التطور التكنولوجي المستمر. بس حتى الحروب هي بس اتطورت. وخوفك من كونك مش اصلي او مش كرييتيف زي ما ناس كتير في مجتمعنا الحالي بتدعي، ممكن حاجه تخليك تتشل فكريا من كتر خوف ان انت مش اصلي او مش اوريجينال. اللي هو احنا دايما بنحاول نكون مختلفين عشان نقدر نتنافس مع ناس تانية، عشان في الاخر نقدر نجيب فلوس وننجح. والمفارقة هنا ان مفيش اي حاجة بتحصل او بتتعمل غير لما بتكون مشتقة من شيء تاني ومش اصلية 100%. طب خلاص يعني كده مش هعرف اطلع افكار اوريجينال او اصلية؟ بص، مش بالظبط. هو في طريقة واحدة بس ان انت تكون بيها اوريجينال، هو انك تكون انت اوريجينال، مفيش حد زيك. زي مثلا الفينجر برينت، بصمة الصباع. كل واحد على الكوكب ده مع اننا 8 مليار عايشين، وكل واحد ليه بصمة صباع مختلفة تماما عن التاني. تكون انت، وعشان تكون مختلف زيادة عن التانيين بشوية حاجات بسيطة جدا تقدر تعمل ده. رقم 1، وخلينا في الاول متفقين ان خلاص مفيش حاجة هتبقى اوريجينال تاني، ابني على الافكار اللي موجوده اوريدي، بدل ما تحاول تنتج شيء جديد تماما، لا، ابني على اللي موجود وحاول تضيف ليها البصمه او اللمسه الخاصه بتاعتك، لان دي الطريقه اللي نقدر نبتكر بيها او نكون بيها كرييتيف. ممكن تاخد انسبيريشن من حاجات انت بتحبها وتطبقها عشان تقدر تخلق بيها حاجه جديده. وندي مثال مثلا على التليفونات التاتش مش اول ما اتعملت التليفونات كانت تاتش، طورت واحده واحده لغايه ما وصلت للنقطه دي. is really sort of in the bottom 40 there. It's this stuff right here. What we're going to do is get rid of all these buttons and just make a giant screen. ولما اتغيرت من ان هي تكون زراير للتاتش، دي عملت نقله كبيره جدا وفريده من نوعها. رقم 2، شايف الحاجات اللي بتاثر فيك بدل ما تحاول تبعدها عنك، لا بالعكس ارتبط بيها اكتر، لان دي الحاجات اللي تطلع احسن ما عندك. اعترف بالحاجات اللي بتلهمك واستخدمها عشان تعمل الشيء الخاص بيك انت. بس خد بالك في شعرايه ما بين الالهام او الانسبيريشن والتقليد. الالهام زي ما قلت لك انك بتاخد فكره او كذا فكره عشان تشكلهم مع بعض وتكون حاجه جديده، والتقليد انك بتاخد الفكره مجرد بس انك بتعملها بنفسك او بطريقتك وما بتضيفش عليها اي حاجه وما بتغيرش فيها اي حاجه. انت كده ما ضفتش بصمتك، انت كده قلدتها، وحتى دي مش غلط بس انت كده ما ضفتش حاجه جديده. فاحذر من ان انت تقلد مش تاخد انسبيريشن او الهام. رقم 3، ثقافه الريميكس او
الخلط. في العصر الرقمي اللي احنا فيه دلوقتي تقدر توصل لكمية كبيرة جدا من المعلومات والماتيريال اللي تقدر تكون بيها وتعمل حاجة جديدة، والثقافة اللي احنا فيها دلوقتي بتشجعنا اكتر ان احنا نعمل حاجة جديدة من شيء ممكن يكون اتعمل واتهرس 100 مرة قبل كده. بس ده سلاح ذو حدين. خلينا ندي مثال عن مثلا الترندات اللي بتطلع على التيك توك. دي بتكون حاجات او اغاني قديمة او مقاطع من افلام قديمة وبتتعمل بشكل جديد ومختلف، وفي وسط الترند حتى في ناس بتحاول تعمل حاجات مختلفة عن بعض، وفي الناس اللي بتحاول تعمل الترند من اساسه. بس ده ممكن يسبب عقم فكري لناس كتير، لان في ناس بتاخد نفس الترند زي ما هو وبتعمله هو من غير حتى ما تضيف اي حاجة عليه، لمجرد بس ان هو ناجح. رقم 4، ما تبالغش قوي في تقدير ان الحاجة اوريجينال او لا، لان في ناس كتير قوي بتبص على حتة الاوريجينال دي كأنها حاجة او صفة مرغوبة، مع انها تعتبر مش مقياس اساسا للنجاح. بالعكس، ده ممكن الموضوع ده يتحول كعائق قدامك لو انت فضلت مركز عليه. وممكن تكون فكرة اتعملت قبل كده بس ناقصها حاجة واحدة بس عشان تنجح وتكون من اشهر البراندات في العالم، زي مثلا ماكدونالدز، واللي هنعمل عنه فيديو قريب. فما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، ولو الفيديو ده نزل فعلا هسيبه لك في الاي اللي هنا. ورقم 5 هو الكولابوريشن او التعاون ما بين اتنين بيشتغلوا في نفس المحتوى او في محتوى مختلف، او انك تكون معاك شخص او اكتر بتشتغلوا على فكرة معينة، مشروع معين، فيلم زي الورش بتاعت الافلام. وده بيخلي وجهات نظر وافكار كتيرة تطرح، واللي بيخلينا ممكن نوصل لحاجات كبيرة وجديدة كنا ممكن ما نوصلهاش واحنا لوحدينا او بنفكر مع نفسنا كده. وتطبيقها كمان هيكون اسهل، ومناقشتها مع كذا شخص هيفك كل التعقيدات اللي فيها. رقم 6 وحاجة ممكن ما كنتش تتوقعها اساسا، وهي حل المشاكل. حل المشاكل من الحاجات المهمة جدا اللي خليك تقدر تفكر في حلول جديدة، لانك بتواجه مشاكل في اوقات مختلفة، مجالات مختلفة، في اماكن مختلفة. قدرة حل المشاكل دي مش عند كل الناس، وحتى الناس لما بتيجي تحل المشاكل مش كل الناس بتحلها زي بعض. فالموضوع ده باستمرار كبير هيخليك زي ما تقول ان انت بتقدر تكون افكار مختلفة وجديدة عن باقي الناس. فلما انت تفكر في حلول جديدة فبالتالي افكار جديدة، وده هيساعدك جدا في باقي المجالات التانية. فلما يواجهك مشكلة حاول تحلها انت بنفسك، لان ده هيساعدك جدا. رقم 7 ان الفكرة ممكن تجيلك في اي مكان، وفي اغلب الاحيان اكتر فكرة ممكن تكون مبهرة بالنسبة لك ممكن تيجي من مكان او من شخص ما كنتش تتوقع اساسا ان ممكن يقول كلمة بس تجيب لك فكرة عمرك ما كنت تتوقع ان هي تجيلك. وعشان كده خلي ذهنك منفتح وتقبل الافكار ووجهات النظر الجديدة، لان ممكن فكرة واحدة بس تقلب بحياتك 180 درجة. ولو مش مصدق ده عمرك ما هتصدق اليوتيوب بدأ ازاي.